ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نصلي على النبي كده ونشوف هنعمل اكل ايه النهارده. طاجن بنروح نشتريه من بره بقد كده، احنا هنعمله في البيت بابسط طريقه واسهل طريقه. هنا معايا حله وحطيت فيها حته سمنه، وهحط فيها فصين مستكه. لو عندك مستكه حطي، ما عندكيش بس هي بتعلي الطعم شويه، تدي طعم حلو قوي فيها. اول ما فصين المستكه يسيحوا كده هنزل عليهم معايا عكوايه اللي هي الديل بتاع الجاموسه. معايا حطيتها، هشوحها بقى على كل الجوانب، على كل جنب شويه، وهفضل كل اقلب فيها لحد ما تتشوح كويس قوي. وهنزل وهي بتتشوح بكام فص حبهان وورقتين لورا وبصلايه لو عايزه تحطي طماطم حطي، بس انا ما بفضلش الطماطم يعني. هفضل اشوح فيها شويه حلوين كده، حوالي 5 6 دقايق كده. بعد كده اكون غاليه ميه في الكاتل بقى واسيبها، سيبيها تستوي كويس قوي على قد ما تقدري، لان هي بيبقى فيها عظم، فالعظم ده لازم يستوي كويس قوي. هنا نزلت بالميه اهو، كانت الميه على قد ما وكنت حاطه وحطيت بعد ما الكاميرا مش عارفه ما جابتهاش، حطيت كام حبه فلفل اسمر حصى. ما حبيتش ان انا احط عشان البهارات ما تبقاش يعني طعمه ما يبقاش فيه قوي، وحطيت نص معلقه بس 7 بهارات وبس كده، وسبتها تستوي. خدت ساعتين على البوتاجاز، بس على نار هاديه خالص، على اصغر عين، على نار هاديه، سبتها براحتها صراحه. هنا بقى هنعمل العجينه اللي هنغطي بيها وش الطاجن. معايا كوبايه دقيق واحده، حطيت عليها حطيت كوبايه ميه دافيه، نص كوبايه كده، وفيها معلقه سكر صغيره، ومعلقه خميره، معلقه كبيره خميره، وسبتهم مع بعض كده، قلبتهم وسبتها حوالي 3 دقايق لحد ما اختبرت الخميره. يعني وانت واثقه في الخميره حطيها على طول على الدقيق. حطيتهم وعجنتها، وبعد كده حطيت عليها شويه زيت وسبتها حوالي نص ساعه لحد ما خمرت يعني. بس في الجو الحر اللي احنا فيه ده مش هتاخد ربع ساعه يعني. كنت عجنتها، طلع كده اعجني فيها حوالي 5 دقايق كده، حبه حلوين، لحد ما تاكدي ان العجينه خلاص بقت بتطلع من ايدك بسهوله، ومش لازقه في ايدك ولا بتلزق في الطبق. هنا بقى نقطع البصل اللي هنعمل فيه طاجن. معايا بصل حسب الكميه بتاعتك، انا حطيت 6 بصلات او 7 بصلات، انا بحب البصل فيها كتير شويه. قطعت البصل كله. معايا حله على النار فيها معلقه زبده، حطيت معلقه الزبده ونزلت عليها بالبصل. بس انا هنا نسيت احط فصين مستكه، بس عادي انا كده كده حاطه في الشوربه يعني. وبعدين فضلت اشوح في البصل حوالي دقيقتين كده، نزلت عليهم بنص معلقه كبيره فلفل اسود، وهحط الملح في الاخر وانا بحطها في الطاجن. وهنا كنت قطعتها بقى، طلعتها وقطعتها، بس ما رضيتش اجيبها معاكم، قلت انا يعني كلنا عارفين التقطيع عشان ما اطولش عليكم الفيديو بس. وفضلت اشوح فيهم مع بعض، وكنت بشر حبيتين طماطم نزلت بيهم. عندك معلقه صلصه حطيه، بس انا بفضل الطماطم الفريش، ما بحبش الصلصه صراحه. وفضلت اشوح فيهم مع بعض، ونزلت عليهم بنص كوبايه شوربه من بتاعه العكوه اللي هي مستويه فيها. وبعد كده سبتها سبتهم يجي ربع ساعه كده مع بعض،
عايزه تسيبوهم اكتر سيبيهم، لو انت بتحبي البصل مكرمل اكتر سيبيهم، انا بحب البصل مصحصح شويه. وبعد كده فضلت اقلب فيهم، وبعدين بقى كده ايه، هي اصلا كانت مستويه سوا كامل في قلب الشوربه، بس انا بكملها سوا هنا، كل ما تكون دايبه كل ما تكون اطعم. هنا بقى معايا الطاجن اهو، هنزل فيه بالعكاوي والبصل، واحط رشه فلفل اسود ورشه الملح بقى الاخيره اللي هو انا بحدق بيها، اللي هو ايه بظبطها يعني. لو وصلت لحد هنا ما تنسيش تعملي لي لايك والشير والمتابعه، وتفعلوا معايا كده في الفيديوهات، خلوني اتشجع ان انا اصور وانزل فيديوهات على طول، لان ما فيش تفاعل عندي في الصفحه خالص. هنا بقى فردت العجينه على حبه دقيق، عملتها اهو، ولا تخليها ولا سمكها رفيع ولا سمكها تخين، خليها وسط كده، بحيث ان انت بعد ما تطلعيها من الفرن تاكلي بيها اللحمه والبتاع، بتبقى طعمها حلو. هنا ضربت بيضايه بقى بحبه فلفل اسمر وسنه خل بسيطه قوي، ورحت حطها. لو انت مش عايزه تحطي بيض ممكن تحطي ايه رشه لبن، ممكن تحطي مع حبه زيت على الوش كده، ومعاهم حبه البركه وحبه سمسم، وبس كده. وتدخليها الفرن، تكوني مولعه الفرن قبلها بربع ساعه عشان الطاجن يبقى ايه، يا اما تكوني مسخنه الطاجن، يعني اي حاجه فيهم سخنه. وبعدين دخليها الفرن لمده ربع ساعه نص ساعه على حسب ما انت عايزه، برضو الوقت ده يرجع ليكي، لان هي كده كده بالفعل مستويه. بس احنا بنحطها تاخد من طعم البصل مع في الفرن كده، تبقى طعمها احلى. وحطيتهم سبتهم انا حوالي نص ساعه في الفرن. بعد كده طلعتها، بصي بس انا ما كنتش عارفه امسكها لان هي سخنه جدا. بس كده، اشوفك في فيديو جديد مع